ليش لازم يتم إقالة وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى فورا ومن دون تأخير؟ وشو علاقة هذا الوزير بفادي صقر؟ معلومات وحقائق أول مرة بتسمعوها عن هذا الوزير، بس بدي منكم قبل ما نبدأ تشاركوا الفيديو على صفحاتكم ليوصل لكل الناس، لأنه الموضوع خطير جدا. حمزة مصطفى هو من مواليد مدينة حماة بسوريا، تم تعيينه بحسب رؤية الحكومة الجديدة على أنه ما له أي خلفية سياسية من قبل، يعني حتى ما له علاقة بالثورة، ليورجي العالم أنه مو كل الوزراء أو التعيينات عم تتم على حسب المنطقة أو التفكير السياسي. بس أنا من أول ما عينوه ما فرحت أبدا وما ارتحت له لما شفته، لأنه أول شغلة كان المدير السابق لقناة تلفزيون سوريا اللي بيمتلكها عزمي بشارة، وعزمي بشارة يعني الإمارات، والإمارات يعني إسرائيل. ضل يشتغل فيها كمدير لمدة 5 سنوات من عام 2020 لعام 2025. ومن المصايب يلي عملها مثلا اعطاء دور لزينة اليازجي حتى تكون مذيعة بمؤتمر الاستثمار يلي صار بين السعودية وسوريا الاسبوع الماضي. وكلياتنا بنعرف مين هي زينة اليازجي يلي تركت شغلها بقناة الجزيرة الإخبارية لأنها كانت متضامنة مع النظام البائد، وتصدرت المشهد بالمنتدى الاستثماري السوري السعودي بقصر الشعب. بفضل مين؟ بفضل وزير الإعلام. تاني شغلة هي قصة الصحفية نور سليمان يلي أغلبكم سمع عنها، وقت إجا وتواصط لها عند وزير الداخلية لحتى يطالعها، مع العلم إنه هي البنت ما تركت كلمة لا على الجيش ولا على الحكومة ولا على الشعب. فكيف بيجي وزير إعلام وبيتجاوز صلاحياته وبيتواصل مع وزير الداخلية ليتواصط لها وهي بالأساس لا اختصاصه ولا مجاله؟ بعدين أنا حابب أسأل هون سؤال، يعني ما في شيء اسمه قانون ومحاكم للجرائم الإلكترونية بسوريا؟ ليش تخلي حالك فوق القانون وتيجي تتواسط لها؟ ثالث شغلة واللي هي الأهم هو تقصيره بعد ما صارت أحداث السويداء بعرض جرائم الهجري وعصابته بحق الأمن العام والسوريين بشكل خاص. وإجا الصحفي ياسين أبو فاضل ووجه له رسالة وقال له لازم نحن ما ننهزم إعلاميا مرة تانية وما نحول الضحية لمتهم، وصار الوقت لحتى نوقف هزائمنا الإعلانية ووضع روايتنا على الطاولة الدولية. لأنه بكل بساطة كان ياخذ مصادره من المرصد السوري والسويداء 24 يلي عم ينعرض من وجهة نظر ناس ما إلها أي طابع رسمي. وفوق هذا الحكي عن جرائم ميليشيا الهجري عم يجي بشكل غامض كتير، كلمات فضفاضة ما بتقول مين المجرم ولا مين المسؤول. في كمان أخبار كذب مثل إشاعة مقتل شيخ درز كبير بالعمر وما حدا رجع صحح أو اعتذر. والأخطر من هذا الشيء كلياته هي جرائم التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي، كمان ما جابوا سيرتها على التلفزيون أبدا مع أنها موثقة بالصوت والصورة. ولحتى زيدكم من الشعر بيت، في معلومات عم يتم تداولها أنه هذا الوزير كان له علاقة بإخراج فادي صقر من كل التهم الموجهة له، بس كان هذا الشيء من تحت الطاولة، ويلي كان محطوط بالواجهة هو حسن صوفان. بحجة شو؟ بحجة السلم الأهلي. كل هاي الاشياء بتوقع على انه لازم تكون على عاتق وزير الاعلام، لانه كان لازم يتصرف بشكل صحيح مع كل هي الاحداث والمعطيات. بس يلي صار الخطأ يلي عمله مع هي البنت هو يلي فضحه وخلى السوريين الاحرار يعملوا الموضوع الترند وينبشوا كل شيء وراه. حتى طلع انس هبره وقال انه كان ناشر منشور على منصة اكس بعام 2019 عم يقول فيها هو عم يتمسخر على علم التركمان. علم مين هاد ومين هدول رافعين هيك علم يلي هن تركمان؟ فيعتبروا هن اكثر الناس شهامة وجدعنة بنصر الثورة السورية وهو عم يتمسخر عليهم. بنفس الوقت طلعت ناس وقالت يا أخي ما صار له يعني هذا الوزير 6 أشهر أخذ المركز تبعه، فكيف نحن بدنا نحكم عليه بهي السرعة؟ فأنا بدي رد على هدول الناس وأقول لهم كمية الأخطاء يلي صارت من 6 أشهر لهلأ غير طبيعية. والسؤال الأهم، هل الشعب السوري قادر على أنه يمتص كمية هي الاستفزاز والأخطاء يلي عم تصير؟ أليس من الأفضل عزل الأشخاص الغير كفؤ لتجنب الوقوع بمزيد من الفتن؟ هدول لحالهم بكفوا والمفروض يتحول لتحقيق، لأنه هذا الشيء عم يخلي الناس تنقلب على الحكومة ويصير بلبلة بين الناس.